كل سنه وانتم طيبين. اهلا بيكم مره تانية وفيديو جديد النهارده ومختلف. النهارده هنعمل مع بعض طريقه السمك الاندونيسي. زي ما شفت الفيديو اللي فات، كان المطبخ الاندونيسي طلع مطبخ ضعيف جدا. هي كتجربه مطعم وخروجه حلوه، بس كاكل كانت ضعيفه جدا. بس عجبنا منها طبق واحد بس، الا هو السمك الاندونيسي. فقررنا ان احنا نعمله مع بعض النهارده. هي السمكه بتاخد من بره تتبيله حلوه كده، تتقلي. فده اللي شدني ليها، يعني ان انا اعملها. السمكه بنفتح السمكه زي ما انتم شايفين كده، بنفتحها من ظهرها ومن قلبها، يعني من الناحيتين نفتحها شويه فتحات كده. وبنعمل الدقه عندنا عباره عن جزر مبشور، بصل نقطع حتت صغيره جدا، وفلفل نفس الكلام نقطع حتت صغيره جدا، ونحط عليهم معلقه دقه كبيره وشويه خل وليمون وشويه كمون. بس كده. هما بيحطوا عليها توم وملح. هي الدقه، فانا حطيت دقه على طول يعني عندنا احسن. فدي التتبيله بتاعتها، وبتاخد شويه شطه، شرايح شطه كده من فوق، فلفل معانا برضه. فيلا بينا نروح على البوتاجاز ونشوف هنعملها ازاي. يلا بينا. اول ما الطاسه سخنت ننزل بشويه زيت كده، شويه زيت حلوين يعني. اول ما نلاقي الزيت سخن معانا كده، نقوم نازلين بالسمكه في قلب الزيت. بسم الله. بعد ما السمكه خدت لون، قلبناها الناحيه الثانيه بقى عشان تتحمر من الناحيه الثانيه كمان. بعد ما السمكه استوت معانا، نطلعها بقى عشان نخش على المرحله اللي بعديها. ادي السمكه معانا بعد ما طلعت من الزيت. نجيب بقى الدقه بتاعتنا او السلطه بتاعتهم اللي هما بيحطوها على وش السمكه دي. نبتدي بقى نحطها واحده واحده كده. بعد ما نحط كل الدقه اللي معانا، نجيب بقى شرايح الشطه ونحطها كده عشوائي كده على الوش. بس كده. دي السمكه البولتي المقليه على الطريق الاندونيسي. بس كده. زي ما انت شفت، عملنا مع بعض السمكه المقليه على الطريقه الاندونيسي. هي ريحتها تحفه، وشكلها نفس اللي كانت جايه لنا هناك في المطعم. فاضل بس ذو طعمها. تعال ندوق. بص، زي ما قلت لك الفيديو اللي فات، انا مش من محبي السمك خالص، يعني ما بفضلش السمك. مش بس ما بفضلوش، انا في العادي ما باكلوش. فبس تعال ندوقها عشان نعرف الفرق ما بينها. بس هي شكلا نفس اللي كلناها هناك بالظبط، مفيش اي شكل مختلف يعني. تعال ندوقها، يلا بسم الله. بنسبة 94% هي اللي احنا كلناها هناك. مشطشطة خفيف، طعمها حلو. التتبيلة فوق طعمها حلو جدا وواضح. فبنسبة مثلا 98% هي اللي احنا كلناها هناك. فانت لو عايز تجرب الاكل الاندونيسي، دي حاجة منه اهي، تمام. ممكن تجربها في البيت. لو عايز تروح المطعم نجرب، بالنسبة لك هتبقى تجربة حلوة جدا ومختلفة وممتعة، لانك هتعيش اجواء مختلفة جدا عن اللي بتعيشها في العموم. فما تنساش تضغط لايك شير سبسكرايب في القناة، وتجرب الاكل السمك على الطريقة الاندونيسية. تقول لي رأيك. يلا سلام.